السلام عليكم، سنة تانية إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. دلوقتي يا دكاترة هنخش مع بعض على الدرس التالت، والمرة دي الدرس التالت كله، مش هقسمه لك على أجزاء، الدرس التالت كله لأنه درس سهل جدا جدا جدا، نقعد نلعب مع بعض كده شوية ألعاب بسيطة، وإن شاء الله بإذن الله طمني عليك، كان عندك امتحان شهر؟ لو لسه ما امتحنتش والدرس ده نزل لك فخير وبركة فأنت لحقت، لو امتحنت يعني إن شاء الله بإذن الله تكون حليت كويس والدنيا جميلة، وان شاء الله باذن الله اوعدك مش هنتاخر. يعني احنا الاسبوع ده ونزل حصتين مش حصه واحده عشان انا متاخر، بس ان شاء الله باذن الله هنظبط الدنيا مع بعض. ولكن كالعاده قبل ما نبدا، يا رب يوفقك، يا رب يرضيك، يا رب يرزقك الجنه ويكرمك بكل ما تحلم بيه، واشوفك من اوائل الجمهوريه، اشوفك من احسن الناس في الدنيا. يلا يا دكتور قبل ما نبدا بقى احنا عايزين الشرايه بتاعتنا، اللايكايه بتاعتنا، الكومنت بتاعنا، مسي عليا مسي عليك، صبح عليا صبح عليك. دلوقتي يا دكتور يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، على الدرس الثالث، الطاقة الداخلية ودرجة الحرارة. سيبك بقى من كل الكلام اللي بيتقال هنا ده، تعالى هنجيب السبورة بتاعتنا ونخرب براحتنا ونشخبط براحتنا ونعمل اللي احنا عايزينه براحتنا. مين ده؟ خلاص طيب، شكرا. انترنت كونكشن ماشي يا عم، وماله، مش عايزين انترنت في حاجة، مش عايزين الانترنت في حاجة. هنتكلم النهاردة عن الوحدة، لا مش الوحدة اللي انت فيها دي، الوحدة الأولى. نتكلم عن الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا دكاترة ركز معايا وسم الله وصلى على رسول الله، يلا بينا نخلص الدرس ده كله، بسم الله. دلوقتي يا أولاد، أنا لو جبت الكوباية دي، والله لقيتها حلوة نشرح عليها، لو جبت الكوباية دي حلو كده، والكوباية دي مليانة مية، حلو، يعني كوباية فيها مية، وليكن مثلا مية سخنة أهو، مية أهو، ماء ساخن، حلو كده، وجبت كوباية تانية كده، نفس الماء الساخن اهو، كده كده، بس رحت قافل عليه بغطا، غطاء، يعني غطيته بمعنى اصح. هقول لك انا بقى على حاجه، سيبك من العبط ده، سميت الله. دلوقتي يا اولاد وانا في السنتر بيجيبوا لي مثلا ينسون، زوري وجعني، بقعد كده اشرب ينسون كتير، اشرب قهوه وكده عشان افوق. فانا اوقات كتير امسك كوبايه القهوه لسه هعمل كده، الاقي عيل بيعمل حاجه اروح مزعق له، ولا تعمل ايه وبتاع، استنى احط كوبايه القهوه دي وانساها وامشي. فبعد شويه اجي، يا القهوة راحت فين؟ ما الاقيهاش. حد يوم في التاني ارجع الاقي القهوة دي. هل بلاقي القهوة دي، تتوقعوا معايا، نفس الحاجة اللي فيها؟ يعني مثلا المية كانت لحد هنا او القهوة كانت لحد هنا، هرجع الاقي نفس الكمية؟ مستحيل. ليه مستحيل يا احمد؟ اتبخرت. اتبخرت ليه؟ ما احنا واخدين الحصه اللي فاتت ان في حاجه اسمها التبخر، لما بتسيب حاجه، خلي بالك، تبخر درجه الغليان، ها، تبخر انت بتسيب الحاجه في درجه الحراره العاديه، ففي وسط المحيط يرفع حرارتها، هوب تتبخر. فهنا الكميه بتاعتي هتقل، يعني الماده بتاعتي هتقل اهو، الماده بتاعتي هتقل. طيب ماشي حلو. طيب اخبار درجه الحراره، ايه اخبار درجه الحراره؟ هتقل يا احمد، ما هتبرد. حلو، يبقى انت سبت الكوبايه اهي مفتوحه ما عملتلاش حاجه، فانت جيت بعد فتره قلت. حلو، جيت بالليل بشرب ينسون في البيت بقى. فيا ولاد انا بحب اقرا البتاع بتاع اليانسون بالليل، اللي هي مثلا الفتله بتاعت اليانسون اهي، فبحب اقرا الحاجات اللي مكتوبه هنا دي، جميله قوي والله جميله. المهم، قريت مكتوب على البتاع بتاعت اليانسون: للاستفاده القصوى يرجى تغطيه الكوب لمده 5 دقائق. فانا رحت جايب غطا ومغطي الكوبايه بالمنظر ده. ايه رايكم؟ هو انا لما اغطي الكوبايه، هل يا ولاد الماده هتقل؟ احمد استنى، يعني ايه تقل؟ اقول لك. دلوقتي الميه تتبخر صح؟ تتبخر صح؟ تتبخر صح؟ تلاقي غطا، تعمل ايه؟ تخبط فيه تتكثف، فتنزل تاني تنزل تاني، يعني الماده مش هتتغير. الماده لا تتغير. الماده ايه؟ لا تتغير. احمد طب اخبار درجه الحراره؟ لا، ما هتبرد برضو، درجه الحراره هتتغير. يبقى انا يا ولاد النظام ده بسميه، بص، هل انا قافل؟ لا، هسميه نظام مفتوح. نظام ايه؟ مفتوح. تاني، نظام ايه؟ مفتوح. حلو قوي. النظام المفتوح ده هو نظام يسمح بتبادل الماده، ان هي بتقل ويسمح بتبادل درجه الحراره. طب بص اللي بعديها، ده اسمه نظام مغلق. ما انت قفلت، يسمح بتبادل الحراره ولا يسمح بتبادل الماده، ما انت قفلت، لما يطلع فوق تخبط تنزل تاني. بقول لك ايه، في بعد كده يا ولاد نظام بيكون مقفول وبيكون متغطي كده
ومحطوط جوه حاجه كده 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 كده. عارفين ده اسمه ايه؟ شفت يالا الترمس يا ولا، اللي هي المج الحراري اللي انت تحط فيه الحاجه ولا ماده تتغير ولا حراره تتغير غير بعد فتره كبيره جدا، بيحفظ حراره. فهنا ده اسمه نظام معزول، لا يسمح بتبادل الماده ولا يسمح بتغير الحراره. يبقى انا عندي النظام كم نوع؟ 3: نظام مفتوح، نظام مغلق، نظام معزول. احمد، نظام معلش، هو يعني ايه كلمه اصلا النظام؟ اقول لك انا يا ولاد، اي حاجه حوالينا في الكون تعتبر نظام. السبوره دي نظام، القلم ده نظام. النظام ده ايه يا احمد؟ النظام يا ولاد ده جزء، بص كده، جزء من الكون. جزء من ايه؟ من الكون، وتقدر لدراسته. جزء من الكون مكانك دراسته، تقدر تدرسه عادي. طيب ايه برضو مين النظام ده؟ اقول لك انا سميت الله. بص يا ولد، مش احنا من شويه جبنا كوبايه ميه كده؟ او وكده كده كده، دي ميه اهي. ايه رايكم؟ هو انا هدرس الكوبايه ولا هدرس الميه؟ لو هندرس الميه حلو، يبقى اللي جوه الكوبايه دي، الميه دي، هو ده اللي اسمه النظام. قشطه. طب يا احمد، هي الكوبايه دي بقى تعتبر ايه؟ قال لك بص، شايف الكوبايه دي اللي من بره الحدود بتاعتها دي اسمها، بص اسمها حدود النظام. حدود الايه؟ النظام. يعني ايه؟ هل الميه دي ينفع تنط لبره؟ لا. حدود النظام دي ده اللي بيفصل بين النظام واللي حواليها. احمد، وايه اللي حواليها؟ اللي حواليها حاجه اسمها الوسط المحيط. الوسط الايه؟ المحيط. اهي بص يا اسطى، كوبايه يا اسطى، الكوبايه دي فيها ميه، الميه اللي جوه دي اسمها النظام. الكوبايه من بره دي، هل الميه اهو، بس انا ماسك اهو، هل الميه ينفع تنط تخرج بره؟ لا. ليه؟ عشان في حاجه فاصل كده بينها وبين اللي حواليها. ميه، نظام، حدود النظام، الوسط المحيط. ده معنى كلمة النظام. دي الحاجة اللي انت عايز تدرسها. والنظام ليه كام نوع بقى يا دكاترة؟ 3 انواع: نظام مفتوح، نظام مغلق، نظام معزول. يلا، يسمح بتبادل المادة وطاقة. أول ما تسمع يسمح بتبادل المادة، مفيش غيره، هو النظام المفتوح الوحيد اللي يسمح بتبادل المادة. طب بقول لك ايه؟ يسمح بتبادل الحرارة. عندك 2، عندي النظام المفتوح وعندي النظام الايه؟ المغلق. طب ولا ده ولا ده، يبقى النظام المعزول. وكمان المثال عليه ألا وهو الترمس. قشطة. طب بقول لك ايه؟ سميت الله، الكنزاية قبل ما تشربها، نظام ايه؟ دوس وقف الفيديو، انزل جاوبها بسرعة، انزل ايه بس ما تغطس تحت، اوعى تقع، اطلع تاني شوف. جاوبت. الكنزاية قبل ما تشربها هي نظام مغلق. ليه؟ ما فتحتش، مقفولة. ده نظام ايه؟ مغلق. اوعى تقول لي معزول يا احمد. ليه؟ يا نظام مقفول. هو مش انت لما بتروح تجيبها من التلاجة بتمسك كده كوبايه، تمسك كده الكنزايه، يا ساقعه، ولو سبتها شويه تسخن تبادل الحراره. طب بقول لك ايه، هل ممكن في يوم من الايام تلاقيها قلت؟ لا، ما تسمحش بتبادل الماده. شفت بقى؟ يبقى النظام عندي كام نوع؟ 3: نظام مغلق، نظام مفتوح، نظام معزول. المفتوح يسمح، المغلق يسمح لا. ايه يسمح لا دي؟ يسمح بالحراره، ما يسمحش بالماده. المعزول لا. يبقى تاني بس، المفتوح ايوه، المغلق لا ايوه، المعزول لا. يعني ايه نظام؟ ده الحاجه اللي مراد دراستها جزء من الكون. يعني حدود النظام ده الوسط الفاصل بين النظام والوسط المحيط. يعني ايه الوسط المحيط؟ ده الوسط اللي بيحيط حوالين النظام. اذا دي البدايه بتاعتنا. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الدرس بتاعنا بيقول ايه. قال لك يا اولاد، في حياتنا اليوميه كثيرا ما نتعامل مع اشياء نقوم بتسخينها او تبريدها، وخلال ذلك يحدث تغير في كل من الماده والطاقه. مثال: عند تسخين كوب الشاي نلاحظ تصاعد بخار الماء لاعلى، وذلك يمثل تغيرا في الماده. هيبدا يقل الحجم بتاعه، الكتله بتاعته. انخفاض درجه حراره الشاي بعد فتره يمثل تغيرات في الطاقه. يبقى انت تتكلم عن الماده وتتكلم على الطاقه. ولفهم ما حدث نحتاج الى معرفه مفهومين اساسيين هما النظام ودرجه الحراره. قال لك بقى يعني النظام اي جزء من الكون يكون موضع للدراسه وملاحظه تغيير الماده والطاقه به. اي جزء من الكون اقدر اقول عليه نظام، بس يكون محل دراسه اقدر ادرسه. ماشي. بص ادي اللي جوه ده هو ده النظام. ادي الدور او الكاس، بص الحدود بتاعته دي هنسميها حدود النظام. ده الغلاف الذي يحيط بالنظام ويفصله عن الوسط المحيط، ويمكن ان يكون حقيقي او وهمي. مثلا جسم الانسان. ايه رايك؟ جسم الانسان ايه؟ طب الكون نظام مفتوح على طول. جسم الانسان احمد، في حراره بتتبدل، في ماده بتتبدل، مفيش ماده بتتبدل. ازاي يعني؟ هو انت مثلا بتخس للطبيعه، بيخرج منك بخار ميه للطبيعه، يبقى نظام مغلق.
شوف أنت بيسمح بتبادل إيه وما بيسمحش بتبادل إيه. طب باقول لك إيه، سيبك من كل ده. لمّا بعد الشر عنك ييجي لك سخونية في درجة الحرارة تعمل إيه؟ عايز أقيس درجة حرارتك تروح جايب إمم، أيوه أنا تعبان. الترمومتر بقى إيه ده؟ نظام إيه؟ وقّف الفيديو تاني. ده أنا مش هارحمك النهارده، وانزل قُل لي الترمومتر الزئبقي إيه أخباره؟ الترمومتر الزئبقي يحمل سنة أيوه اطلع أهو نظام مُغلق. لو مفتوح وشربت الزئبق هتموت يا اهبل، ما هو سام. يبقى الترمومتر الزئبقي نظام مغلق. ماشي يا دكاتره. بعد كده الوسط المحيط كل ما يحيط بالنظام خارج حدوده وقد يتفاعل معه. يبقى سؤال حلو قوي مهم قوي. حدود النظام ممكن يكون حقيقي ممكن يكون وهمي. تمام. بعد كده نخش على انواع النظام اهو. مفتوح مغلق نظام معزول. بسم الله. قال لك النظام المفتوح عند النظر الى اناء مفتوح به ماء يغلي نلاحظ ان جزءا من الماء اللي هي ماده النظام يتصاعد في صوره بخار ميه الى الوسط المحيط. كما نلاحظ تسرب جزء من الطاقه الحراريه للماء الساخن الى الوسط المحيط. ويعرف ذلك بالنظام المفتوح. هو النظام الذي يحدث فيه تبادل للطاقه والماده مع الوسط المحيط. عايز مثال؟ اناء مفتوح فيه ماء يغلي. بعد كده النظام المغلق. يعني النظام المغلق هيسمح بتبادل يسمح بتبادل للحراره فقط. تاني يا احمد. النظام المغلق لا طاقه بس. معلش انا اسف. النظام الذي يحدث فيه تبادل للطاقه فقط ولا يسمح بتبادل الماده في الوسط المحيط. الطاقه دي يا ولادي يعني اللي هي الحراره. اللي هي الايه؟ الحراره. ولا يسمح بتبادل ايه؟ الماده اللي هي الكتله بتاعه الحاجه دي. عند غلق اناء باحكام يحتوي على ماء ساخن يتسرب جزء من الطاقه الحراريه للماء الى الوسط المحيط ولكن تبقى كميه الماده زي ما هي ثابته. ويعرف بالنظام المغلق زي مين؟ عبوه مشروب غازي موضوعه في ثلج او الترمومتر الطبي. اهو بص يا ولاد الحراره بتخرج انما الكتله بص قافل انت هنا. فاللي هيطلع هو اللي هينزل. بعد كده النظام المعزول اهو. بص يا ولاد انت عزلته خالص ولا في حراره بتخرج ولا بتخش والماده زي ما هي برضو لا بتخرج ولا بتخش. عند غلق اناء باحكام يحتوي على ماء ساخن وعزله عزلا تاما عن الوسط المحيط تبقى كميه الماده بتاعه النظام ثابته ومش هتتسرب اي حراره. فده بنسميه النظام المعزول. النظام الذي لا يحدث فيه تبادل للماده او للطاقه زي الترمس اللي فيه مشروب ساخن. بعد كده بيديني مقارنه سريعه. ادي وجه المقارنه. تبادل الماده الوحيد اللي بيسمح هو النظام المفتوح. اما النظام المغلق والنظام المعزول لا يسمحوا بالماده. الحراره اول اتنين يسمحوا والثالثه ما تسمحش بحاجه خالص. عايز امثله؟ اناء مفتوح في ماء ساخن. بركان اثناء الثوران. البركان يا ولاد بيكون حاجه بالمنظر ده كده ويبدا يخرج منه النيران ويخرج منه حاجه اسمها اللافا والحمم. يعني بلاش اعرفك. النظام المغلق نظام مغلق باحكام يحتوي على ماء ساخن عبوه مشروب غازي والترمومتر الزئبقي. اما هنا الترمس اللي به مشروب ساخن. ده بالنسبه لاول جزء عندنا في الحصه. حاجه سهله قوي لو فهمتها. ربنا يوفقك يا رب وتفهم كمان الجزء اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك علل ليه الترمومتر يعتبر نظام مغلق. يا ولاد لو جاب لك سؤال في الامتحان كتب لك قال لك الاضاءه دي نظام مغلق مش عارف ايه نظام مفتوح. قول له عشان نظام مفتوح بتسمح بتبادل الماده والطاقه. مغلق تسمح بتبادل الماده فقط. معزول لا تسمح بتبادل الماده ولا الطاقه. بص لانه يحدث فيه تبادل للطاقه فقط مع الوسط المحيط ولا يسمح بتبادل الماده. ترمس الشاي نظام معزول لا يسمح بتبادل الماده ولا يسمح بتبادل الطاقه. ادرس الاشكال الاتيه ثم اجب. اناء مفتوح به ماء يغلي الشكل واحد. ده نظام نوعه ايه؟ ده نظام مفتوح. نظام مفتوح. ايه السبب؟ يسمح بتبادل الماده ويسمح بتبادل الطاقه. عبوه مشروب رقم 2 ده نظام مغلق. ليه نظام مغلق؟ لانه يسمح بتبادل الماده ولا يسمح بتبادل الطاقه. هنا ده نظام معزول اهو. الترمس اهو اهي المج الحراري ده فلا يسمح بتبادل الماده ولا يسمح بتبادل الطاقه. بعد كده يا اولاد بنخش نشوف حاجه اسمها الطاقه الداخليه. سمي الله صلى على رسول الله. تعال نشوف ايه قصه الطاقه الداخليه. قال لك يا اولاد ان اي نظام في الدنيا اي نظام او اي ماده في الدنيا بتتكون من شويه حاجات اسمها الجزيئات او زي ما مكتوب عندكم كده الجسيمات. ماشي كده احمد؟ معلش ممكن تترجم اكتر؟ عينيا. بص يا ولاد دلوقتي لو جبنا شويه ميه. ايه رمز الميه؟ برافو عليكم. رمز الميه رمز H2O. انا لو جبت شويه ميه كده في طبق. مش الميه دي بتتكون من شويه H2O مع 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 H2O جسيئات او جسيمات اللي هي بتاعت الميه ذات نفسها. اي ماده او نظام اللي هي الميه مثلا اهو. الميه دي نظام او ماده بتتكون من شويه جزيئات او جسيمات موجوده هنا. الجسيمات دي يا اولاد بتاعت الميه. يعني انت لو مليت شويه ميه في كوبايه وسبتهم هتلاقي الميه عماله بتتحرك. او لو شفت مثلا بحر شفت اي حاجه هتلاقي الميه دايما في حاله حركه. فالجزيئات بتاعت الميه او الجسيمات بتاعت الميه دي عماله راحه جايه راحه جايه راحه جايه راحه جايه. فراحه جايه راحه جايه راحه جايه كده فبتتولد طاقه او عندها طاقه اسمها طاقه الحركه. اسمها طاقه الايه؟ الحركه. حلو قوي.
وبعدين يا ولاد الجزيئات بتاعه الميه دي ماسكين في بعض، يعني الراجل ده ماسك في الراجل ده، في هنا مسافه بينيه، في بينهم قوه تجاذب، ما ينفعش يخرج. ينفع جزيء ميه دول يقول لهم بقول لكم ايه، انتوا عالم رخمه مش عايز اقعد معاكم وانا طالع بره. العبط ما ينفعش، احنا كلنا قاعدين مع بعض، كلنا في تجاذب بيننا وبين بعض. لما تكون قاعد مثلا انت وماما وبابا، ينفع تسيب ماما وتمشي؟ ينفع تسيب بابا وتمشي وهو بيكلمك؟ ينفع تسيب ماما وتمشي ينفع تسيب ماما وتمشي؟ ينفع تسيب ماما بتكلمك وتمشي؟ لا. طب هي بتكلمك تقف تسمعها ليه؟ في قوه تجاذب بينكم، في قوه تربط ما بينكم. انت وصاحبك رايحين مشوار، ينفع تسيبه وتمشي؟ لا. تبقى معفن، تبقى ناد، لا احنا عايزين ناس جدع. فهنا الجزيئات بينها وبين بعض قوة تجاذب أو قوة ترابط. قوة التجاذب دي يا ولاد بنسميها طاقة، بنسميها طاقة الوضع، بنسميها طاقة الايه؟ الوضع. يبقى انا عندي كده اي نظام او اي ماده في الدنيا بتتكون من جزيئات او جسيمات. الجزيئات دي بتتحرك فعندها طاقه الحركه، الجزيئات دي ماسكه في بعض ارتباط مع بعض فعندها طاقه اسمها طاقه الايه؟ الوضع. وليكن يا ولد تعال نشوف الجسم الصلب، الجسم الايه؟ الصلب. ادي الجزيئات بتاعته بتكون قريبه 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 قريبه، ماسكين في بعض ماسكين في بعض ماسكين في بعض، فطاقه الوضع هنا بتكون اكبر ما يمكن. ليه؟ قافشين في بعض جامد كده كويس. طب بقول لك ايه، تعالى نسخن شويه، نحول الصلب الى سائل، فتبدا المسافات البينيه تبعد تبعد تبعد، فطاقه الوضع تبدا ان هي تقل سيكه، تقل. يعني ليه؟ ما يا احمد الجزيئات بعدت. طب بقول لك ايه، تعال نشوف الغاز، تعال نشوف ليه الغاز. بص المسافات البينيه عامله ازاي، بص المسافات البينيه عامله ازاي. ده طاقه الوضع تقل قوي 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 قوي، مش ماسكين في بعض جامد. يبقى الماده الصلبه طاقه الوضع اكبر ما يمكن، يبقى ايه طاقه الوضع دي طاقه ارتباط الجزيئات. بيقول لك بقى يا دكتور ان انت عندك قانون هنا بيقول طاقه الوضع لما تجمعها مع طاقه الحركه، طاقه الوضع وطاقه الحركه يديك حاجه اسمها الطاقه الداخليه. بيديك حاجه اسمها الطاقه ليه؟ الداخليه. يديك حاجه اسمها الطاقه ليه؟ الداخليه. الطاقه الداخليه دي الطاقه الداخليه اللي جوه بتاعه النظام، اللي هي عباره عن طاقه الوضع وطاقه الحركه. طاقه الوضع ارتباط طاقه الحركه جزيئات. طاقه الوضع ارتباط طاقه الحركه جزيئات. طاقه الوضع ارتباط، استغفر الله العظيم، طاقه الحركه جزيئات. قشطه يا معلم. يبقى تاني اخر مره، يلا بسم الله. اي نظام او ماده في الدنيا بتتكون من جزيئات، الجزيئات عندها كام طاقه؟ اتنين، طاقه الوضع وطاقه الحركه. ارتباط طاقه الوضع، ايه الحركه؟ طاقه الحركه. والمجموع طاقه داخليه. والمجموع ايه؟ طاقه داخليه. كل ما يمسكوا في بعض كل ما طاقه الوضع تزيد. بقول لك ايه، لما طاقه الوضع تزيد الطاقه الداخليه ايه؟ تزيد برضه. ما مجموع يا ولد. يعني انت مثلا طاقة الحركة هنثبتها نخليها بواحد، وطاقة الوضع باتنين. واحد زائد واحد يديك كام؟ واحد زائد اتنين يديك كام؟ تلاتة. طب بقول لك ايه، هنزود طاقة الوضع نخليها مثلا بأربعة، وطاقة الحركة زي ما هي. واحد زائد أربعة كام؟ خمسة. ايه ده؟ أحمد ده طاقة الوضع لما زادت الطاقة الداخلية زادت. مظبوط. ونفس الكلام على طاقة الحركة على فكرة، لما طاقة الحركة تزيد برضه الطاقة الداخلية تزيد لأنه مجموعة. إذا بزيادة طاقة الوضع تزداد الداخلية، بزيادة طاقة الحركة تزداد الداخلية. موضوع بسيط قوي 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 قوي. عارف اقول لك زي ايه؟ أقول لك. انت دلوقتي معاك فلوس، حلو، والفلوس دي كل شويه عماله تزيد وانت بتخزن في الحصاله. مش لما انت تخزن في الحصاله يعتبر كده ثروتك بتزيد، فلوسك بتزيد؟ ليه؟ معاك حصاله النهارده فيها جنيه، بكره فيها 2 جنيه، فلوسك ايه؟ بتزيد. الحصاله اللي هي طاقه الوضع، وفلوسك اللي هي الطاقه الداخليه. لما بزود الطاقه الوضع بتزيد معايا الطاقه الداخليه. عمال احط جنيه 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 يبقى الطاقه الداخليه بتاعتي بتزيد. ماشي يا دكاتره؟ طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده عندك عامل ازاي. بسم الله بسم الله بسم الله. قال لك يا اولاد طبقا لنظريه الجسيمات للماده يتكون اي نظام من ماده سواء كانت صلبه او كانت سائله او كانت غازيه او كانت الاثنين مع بعض. هذه الماده تتكون من جسيمات صغيره جدا، لكل جزيء منها حاجه اسمها طاقه الحركه وطاقه الوحده، ومجموعهم يعرف بالطاقه الداخليه. يعني كلمه الطاقه الداخليه مجموع طاقتي الحركه وطاقه الوضع لجميع الجسيمات بتاعه النظام. مثال الغاز مسافات بينيه كبيره، السائل يعني مسافات بينيه شويه، والصلب مسافات بينيه اكبر ما يمكن. فالراجل بيقول لك الطاقه الداخليه للنظام تساوي طاقه الحركه زائد طاقه الوضع لجميع الجسيمات. قال لك بقى ايه هي العوامل المؤثره على الطاقه الداخليه؟ طاقه الحركه وطاقه الوضع. بص بقى، تزداد الطاقه الداخليه للنظام بزياده طاقه الحركه او طاقه الوضع، او الاثنين يزيدوا مع بعض. طاقه وضع الجسيمات المواد الصلبه اعلى ما يمكن، بينما طاقه وضع المواد الغازيه شبه منعدمه. بص المنظر عامل ازاي يا راجل. طيب اقول لكم ايه، تعالوا نتفق على حاجه كمان حلوه قوي 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 قوي. درجه حراره النظام. مين درجه حراره النظام دي؟ اقول لك انا دلوقتي يا دكاتره، هو انا لو جبت كوبايه ميه، حلو كده، ليه كوبايه ميه؟ هو انا دلوقتي لو عندي رمله، حلو، رمل اهو، وجبت البت فتافيت تقف هنا، يلا فتفوته يلا فتفوته عسل، يلا فتافيت، حلو كده. وفتافيت دي على الرمله دي هلبسها شبشب، حلو.
فتافيت جايه على الرمله، هتبدا تشوف الرمل، الله رمل وبحر، تعال يلا فتفوته، تروح حادفه الشبشب، رامي الشبشب خالص، وتبقى فتافيت من غير شبشب اهو، وتيجي على الرمل تلاقي الرمل نار سخنه. بتحصل لك على فكره، انزل امشي حافي يلا في الشمس يعني. هتعمل ايه؟ هتعرف تمشي؟ لا احمد احمد انا بعمل كده ليه؟ القمه سخنه فانا عمال اتحرك 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 اتحرك. انت تقصد ان لما الحراره تزيد طاقه الحركه تزيد او النعمه. يبقى تاني كده، بص لما الحراره هتزيد طاقه الحركه هتزيد. بص الراجل قال لك ايه؟ تعتبر درجة حرارة النظام، درجة حرارة النظام تعبر درجة حرارة النظام عن مدى سخونة أو برودة الجسم، يعني كلمة درجة حرارة البرودة أو السخونة، يبقى بص درجة حرارة مقياس لمتوسط طاقة الحركة بتاعة الجسيمات، لو الحرارة كتيرة يبقى الجسيمات هتتحرك كتير، لو الحرارة قليلة الجسيمات مش هتتحرك كتير. في الصيف يا ولا تروح وتيجي براحتك زي ما أنت عايز، في الشتاء أنا مش عارف. أقول لك حاجة كمان، قوم حط شوية مية على النار، حلو كده، وسيبهم شوية. فماما تقول لك ايه؟ ولا روح شوف الميه اللي على النار، تقول لها حاضر. فتبدا انت تلاقي الميه ايه؟ بتتحرك جامد، حبه حبه حبه، تقول لها ماما لسه ما غليتش. امتى تغلي؟ لما تبدا بو 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 تقعد تعمل كده كده كده. ليه؟ طاقه الحركه زادت فطاقه درجه الحراره زادت. فلما الاثنين يزيدوا مع بعض بيبقى عندي حاجه اسمها الطاقه الداخليه بتزيد. بص، عند زياده متوسط طاقه الحركه في جزيئات النظام ترتفع درجه حراره النظام. هما بيخبطوا في بعض جامد فده بيولد حراره. بص قال لك ايه؟ مثال، متوسط طاقه الحركه لجسيمات الماء الساخن اكبر من متوسط طاقه الحركه لجسيمات الماء الايه؟ البارد. ليه؟ ده هيقعد يخبط في بعض، يخبط، ده قاعد مكانه ما يتحركش، يعني زي ما هو مفيش مشكله. طيب ملحوظه، متوسط طاقة الحركة للجسيمات النظام يساوي طاقة الحركة لجسيم واحد عند تساوي طاقة الحركة لجميع الجسيمات. يعني طاقة الحركة تظل واحدة لو انتوا في نفس درجة الحرارة. طيب ماشي. تعتبر المادة نظاما يحتوي على جزيئات، وتغير الطاقة الداخلية للمادة يؤثر على درجة حرارتها. طبعا يعني الطاقة الداخلية زادت درجة الحرارة هتزيد، الطاقة الداخلية قلت درجة الحرارة برضه هتقل، ما كلها توابع مع بعض. بص حتى الراجل بيقول لك ايه؟ مفهوم المتوسط لعدة قيم في الرياضة. يعني ايه كلمة متوسط؟ احمد انت قلت لنا متوسط فوق هنا. بص يا ولاد، كلمة متوسط انت بتجمع كل الدرجات على الناس اللي قاعدين قدامك وتقسمهم على بعض. بمعنى انا دلوقتي قاعد في السنتر، والسنتر قدامي فيه مثلا 10 طلاب، عايز اعرف متوسط الدرجات كام. العيال دي 10 طلاب، فاكيد كل واحد فيهم جايب درجه مختلفه، فانا عايز اعرف ايه الدرجه المتوسط، ايه الاكتر درجه. يعني مثلا بشوف كل الطلاب دي جايبين كام، واجمع الدرجات واقسمها على عددهم واشوف متوسطها هيديني كام. ده حاجه اسمه المتوسط. بص بقى على اللي بيقول لك ايه، تزداد الطاقه الداخليه للنظام عند اكتسابه طاقه حراريه. ليه؟ هتبدا تهتز فطاقه الحركه تزيد فالطاقه الداخليه تزيد. بص هيقول لك بقى، لان الجسيمات المكونه للنظام تبدا في الاهتزاز بسرعه اكبر مما يؤدي الى زياده طاقه الحركه، وبالتالي يؤدي لزياده الطاقه الداخليه. اهو بص يا اولاد، ادي الماده الصلبه قبل التسخين. بص سخنت عملت كده يا ولاد. مش الحصه اللي فاتت لما كنت بحول صلب لسائل، او لما بسخن الصلب بتبدا الجزيئات تبعد عن بعض يتغلب على القوه اللي بتمسك ما بينهم اللي هي طاقه الوضع. مش عارف بس هي الدنيا سهله يعني، حتى الان الدنيا بسيطه جدا 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 يا رب يعني. طيب تعالى يا معلم يلا. بيقول لك يوضح الشكل المقابل كاسين بهما كتلتان مختلفان من الشاي ولهما نفس درجة الحرارة، ده علامة صح أمام الخاصية المشتركة بينهم. عدد الجسيمات، يعني بالله عليك أنت عدد الجسيمات اللي هنا يكون عدد الجسيمات اللي هنا لا. ليه؟ عشان يحمل الكتلة مختلفة، دول كتير دول قليل. متوسط طاقة الحركة، استنى بقى، بص ليهم نفس درجة الحرارة، يبقى الاتنين بيتحركوا نفس الحركة. الطاقة الداخلية لا، برضه الطاقة الداخلية تكون مختلفة. ليه؟ لأن هنا المادة مش قد بعض، طاقة الحركة دوت مش طاقة الوضع قد بعض. ليه؟ هنا في جزيئات كتير، هنا في جزيئات كتير، 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 جزيئات كتير. هنا جزيئات قليل، فبالتالي هنا طاقة الوضع أقل، ولما طاقة الوضع تقل الطاقة الداخلية هي كمان تقل. بص يا عم، إيه ده في تصحيح. الحمد لله طلعنا صح. هي غلط صح غلط الحمد لله. بص بقى، عدد كمان غلط لأن الكتلة مختلفة وبالتالي يختلف عدد الجسيمات. صح، لأن متوسط طاقة الحركة يعتمد على درجة الحرارة وهي متساوية في الكأسين. الطاقة الداخلية غلط. ليه؟ لأن الطاقة الداخلية تعتمد على عدد الجسيمات وهي مختلفة في الكأسين. ماشي. سؤال، درجة الحرارة طاقة حركة الجسيمات كمية من الحرارة الطاقة الداخلية سرعة الجسيمات. ماشي. عند تسخين الماء في الكأس يكتسب الماء إيه؟ يكتسب الماء كمية من الحرارة. طيب، تزداد نقط المكونة للماء وبالتالي تزداد نقط. هتزداد طاقة الحركة، هتزداد طاقة حركة الجسيمات
وبالتالي تزداد الطاقة الداخلية. تزداد نقط للمية عند ارتفاع ايه؟ يبقى تزداد سرعة الجسيمات بتاعة المية عند ارتفاع درجة الحرارة. ماشي يا ولاد؟ طيب خش بعد كده على أسئلة سريعة كده. النظام الذي يسمح بانتقال الطاقة فقط، الطاقة فقط، ده النظام المغلق. ماشي. عند حدوث تفاعل كيميائي فإن محتويات الكاس اللي جوه دي اسمها النظام. ماشي. في الشكل المقابل يدل الرقم 2 على الرقم 2. طب نشوف. 1 ده الوسط المحيط، 2 ده حدود النظام من بره اهو حدود النظام، 3 ده من جوه يبقى ده النظام. يبقى انا اجابتي ايه يا احمد؟ هو عايز ايه؟ عايز رقم 2 حدود النظام اهو. ما المقصود بدرجة الحرارة؟ اللي هي متوسط مدى سخونة أو برودة الجسم. النظام المغلق ده النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة فقط، لسه قايلينها فوق. أكمل العبارات التالية. زيادة متوسط حركة الجسيمات، زيادة طاقة الحركة تؤدي إلى نقط حركته ارتفاع درجة حرارته. طيب طاقة وضع الجسيمات المواد الصلبة أكبر ما يمكن، بينما طاقة وضع المواد الغازية قال لك شبه منعدمة. طيب في النظام نقط يحدث تبادل للطاقة والمادة الاثنين، يبقى نظام مفتوح. الطاقة نقط للنظام، الطاقة الداخلية. الطاقة الداخلية للنظام تساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. علل. تزداد الطاقة الداخلية لنظام صلب عند اكتسابه درجة حرارية. أقول له بسبب زيادة طاقة الحركة، بسبب زيادة الاهتزاز للجزيئات أو للجسيمات. يعتبر ترمس المشروب الساخن نسال نظام معزول، لا يسمح بتبادل المادة ولا تبادل الطاقة. جميع الأنظمة تسمح بتبادل المادة؟ لا. تغيير درجة الحرارة يؤثر على طاقتها الداخلية؟ طبعا. توجد المادة في النظام دايما في حالة سائلة؟ لا. طيب من خلال صورة المصباح الكهربي حدد النظام ده اللي بقى جوه اللي هو الفتيل اللي جوه. حدود النظام اللي هو الزجاج اللي من بره، الزجاج. الوسط المحيط ده اللي بقى اللي بره اللي حواليه ده، انا هحدده اكتب لك ايه يا عم؟ الهواء. طيب اشرب حاجه، ريح كده، خد لك ريست. انا مش رايح، انا مكمل. انت بقى ريح، خد لك ريست، روح اشرب حاجه بس، روح وارجع. بلاش الحركات دي. روح وارجع تعالى عشان نخلص الدرس كله بقى ان شاء الله باذن الله، ويبقى تمينا اول ثلاث دروس على خير باذن الله. يلا سم الله، صلى على رسول الله. بعد ما رجعنا من الفاصل السريع نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. العوامل المؤثره في درجه حراره النظام. سم الله. بيقول لك يا اولاد في عوامل بتاثر على تغير درجه الحراره بتاعت الاجسام، وليكن كنا متفقين من شويه عندما يكتسب النظام طاقه حراريه فترتفع درجه حرارته، لما يفقد النظام طاقه حراريه تنخفض درجه حرارته. اما بقى في عوامل تانية بتاثر على درجه الحراره ذات نفسها. يعني انت مثلا امتى الحراره دي ياخد حراره كتير وامتى يخسر حراره كتير؟ طيب قال لك هم 3 العوامل التي تؤثر على مقدار التغير في درجه الحراره عند اكسابه او فقده. 3 حاجات: كتله الماده، اظن دي قلناها من شويه، نوع الماده، حاله الماده. بص يا اولاد، اول حاجه تعالى كتله الماده. ايه رايكم لو انا جبت كوبايه بالمنظر ده وفيها ميه لحد هنا، وجبت كوبايه بالمنظر ده هي بالظبط اهو وفيها ميه لحد هنا، ممكن سؤال بسيط: مين تسخن اسرع؟ استنى وهقول لك ان دي رقم 1 ودي رقم 2. احمد، اللي هيسخن اسرع اللي فيه ميه اقل، صح؟ يبقى اللي فيه ميه قليله درجه حرارته هتكون كبيره، معدل التغير في الحراره كبير. استنى، طب ولما ازود بقى الكتله، لما ازود الميه التغير في درجه الحراره يقل. يعني العلاقه علاقه ايه؟ عكسيه. العلاقه علاقه ايه؟ عكسيه. تمام. طيب يبقى تاني كده بسم الله. الكتله لما يكون معايا كتله كتيره اكيد هتسخن في وقت كتير يا جدعان. لو معايا كتله قليله تسخن في وقت قليل. يبقى كل ما تزيد الكتله كل ما يقل التغير في درجه الحراره. بص بقى الراجل يقول لك ايه. اولا كتله الماده، لمعرفه تاثير كتله الماده او النظام على معدل التغير في درجه الحراره قال لك تعالى نعمل تجربه. بسم الله. الراجل يا اولاد الادوات كتلتان مختلفان من الميه في كاسين، ادي الكاس A وادي الكاس B. تمام. ترمومتر هنا وهنا، مصدر الحراره لهب، حامل وساعه ايقاف اللي هي ستوب ووتش. تمام. استخدم الترمومتر لقياس درجه حراره الماء قبل التسخين، يعني قبل ما نسخن خالص شوف درجه حراره الماء هنا ودرجه حراره الماء هنا. ماشي. اجعل اللهب منتظما حتى يصبح زمن التسخين مقياس لكميه الحراره. يا احمد يعني ايه؟ يعني هتحط النار اللي هنا هي النار اللي هنا. تمام. سخن كل من الكأسين لنفس الفتره الزمنيه، مثلا ده 10 دقائق وده 10 دقائق. طيب
سجل قراءه الترمومتر في كل كاس. يعني بعد 10 دقايق دول شوف الترمومتر هنا يقول ايه والترمومتر هنا يقول ايه. ايه رايكم؟ بص على ايه، في ميه كتير يسخن ابطا، ده في ميه قليل فيسخن ايه اسرع. يا رب يا رب اطلع صح. بص على كده، ايه الملاحظه؟ مقدار التغير في درجة الحرارة في الكأس بي اللي هو الأقل في الكتلة أكبر، يعني سخن أسرع من المقدار اللي موجود في الكأس إيه. ليه؟ عشان في كتلة أقل. يبقى اللي فيه كتلة أقل يسخن بسرعة، اللي فيه كتلة كبيرة يسخن ببطء. ماشي يا معلم؟ بعد كده استنى. قال لك الاستنتاج. بص بقى، يختلف مقدار التغير في درجة الحرارة الكتلة المختلفة من نفس المادة عند اكتسابها وفقدها نفس كمية الحرارة. يزداد مقدار التغير في الحرارة اهو كلما كانت الكتلة المادة أقل، والعكس هي، يعني العلاقة هنا هتكون علاقة عكسية. ماشي يا ولاد؟ طيب، في النشاط السابق المتغير المستقل هو المية. ده يعني انت دي الكتلة الأول، بعدين ايه اللي بيتغير عليها؟ اللي بيتغير بعد كده تتابعه اللي هو التغير في درجة الحرارة. المتغير الضابط ده اللي بيظبط بالظبط اللي هو زمن التسخين. يزداد مقدار التغير في درجة الحرارة كلما كانت الكتلة أقل. ليه بقى؟ لأن الطاقة الحرارية التي تكتسبها المادة هتتوزع على عدد أقل من الجسيمات، فيزداد متوسط طاقة الحركة بمقدار أكبر. يعني أنت مثلا لما يكون معاك 100 جنيه، ال 100 جنيه دي توزعها على نفرين ولا توزعها على 20 نفر؟ لا، هي توزعها نفرين، فلما توزعها نفرين هياخدوا كمية كبيرة. طب نوزعها على 100 على 20 نفر ياخدوا كمية قليلة، كل واحد فيهم ياخد 5 جنيه ولا حاجة. ماشي يا أولاد؟ بعد كده نوع المادة. نوع إيه؟ المادة. يعني مثلا لو أنا جبت مية وجبت شويه زيت وحطيت الاتنين في اناء وولعت على الاتنين، مين يسخن الاول؟ والله يا احمد حسب نوع الماد. يعني ايه حسب نوع الماد؟ مين فيهم يا احمد هياخد حراره فبالتالي يسخن؟ يبقى اللي هياخد هنا الحراره ويسخن هو الزيت مش الميه. يسخن اسرع. ليه؟ عشان عنده حاجه اسمها الحراره النوعيه. عنده حاجه اسمها الحراره الايه؟ النوعيه. سميت الله صلاه على رسول الله. بص يا ولاد، هي دي موجوده في اولى ثانوي بصراحه، بس انا هشرحها لك. هي موجوده عندك هنا فكره، بس انا هقول لك كل اللي انت عايزه فيها، لا ما تخافش يعني. بص، لو انا جبت 1 كيلو حديد، والحديد ده درجه حرارته 10، رحت حاطط الحديد ده على النار. حلو كده اهو. ليه يا احمد؟ عايزه يسخن من 10 يبقى 11. تاني، كيلو حديد، كيلو الحديد ده انا عايزه من 10 يبقى 11. هتعمل ايه؟ هسخنه، هديله حراره. فالحراره اللي هياخدها دي قد ايه؟ فالحراره اللي بياخدها دي اسمها الحراره النوعيه. اسمها الحراره الايه؟ النوعيه. اسمها الحراره ايه؟ النوعيه. ليه؟ هي كميه الحراره اللي بياخدها الماده لرفع 1 كيلو جرام درجه واحده مئويه. تاني، بص سيبك من العبط ده. دلوقتي يا ولاد انا عايز مثلا ليك اخ صغير اللي هو الهفا. ليه الهفا؟ لو انت عايز تروح تشتري اي حاجه هتقول له خد فلوس، صح؟ عندك اخ بيعمل كده؟ او انت بتعمل مع اخوك كده، بتستغله تستعبده؟ ولا تعالى روح هات لي ميه، مش هجيب لك ميه. ليه؟ اديني فلوسي الاول، اضمن فلوسي الاول، ولما اخد فلوس اعمل لك اللي انت عايزه. عايز قد ايه؟ عشان اتحرك عشان اسخن هتعشمني، فتدي له 10 جنيه فيعمل ايه؟ يتحرك. فانت الميه بص عشان تسخن بتاخد كميه حراره، فدي نسميها الحراره النوعيه. اسمها الحراره الايه؟ النوعيه. فانا دلوقتي عندي الزيت مثلا بيغلي عند درجه 500، والميه مثلا تغلي عند درجه حراره 4180. مين في دول يسخن الاول؟ الزيت يا احمد. ليه؟ حطيت الاثنين في على النار وظبطت النار على 500. مين يسخن الاول؟ طبعا الزيت اللي بيسخن عند 500. فده عشان نوع الماده. بص قال لك ايه؟ عايزين نجيب كتلتين متساويتين من الماء والزيت في كاسين A و B، والترمومتر برضه نفس القصه نفس اللي احنا عملناه بالظبط. استخدم الترمومتر اللي قياس درجه حراره الماء والزيت، الشكل واحد هو قبل ده 20 وده 20. بعدين اجعل اللهب قد كده وسخن وشوف وقيس. قال لك بقى بص مقدار التغير في درجه الحراره بتاعت الزيت في الكاس اكبر، سخنت اسرع من مقدار التغير في درجه حراره الماء في الكاس ايه. ليه بقى يا احمد؟ قال لك بص، يحدث مقدار التغير في درجة الحرارة يختلف مقدار التغير في درجة الحرارة الكتل المتساوية من المواد المختلفة عند نكسبها وفقدها كمية من الحرارة. ماشي، يعني الكتلة بتأثر. يعني ترتفع درجة حرارة الكتلة من الزيت بمقدار أكبر من كتلة مساوية لها في المية عند نكسبها لنفس كمية الحرارة. طب ليه يا أحمد؟ بص قال لك هنا نوع المادة، هنا قال لك معدل التغير هو يبقى معدل التغير يا ولاد دايما هو المتغير التابع، وبعدين زمن التسخين. طب ما احنا عايزين بقى السبب بقى قال لك عشان حاجة اسمها الحرارة النوعية. بص، عندما تقوم بتسخين مادتين مختلفتين ليهم نفس الكتله زي الميه والزيت اللي جبناهم بنفس الكميه ونفس الفتره الزمنيه، نلاحظ ان مقدار التغير في الزيت بيكون اكبر من اللي في الميه. طب ليه بقى؟ عشان الحراره النوعيه بتاعت الزيت اقل. يعني الزيت عايز فلوس اقل عشان يتحرك، الزيت عايز حراره اقل عشان يسخن.
لأن لكل مادة قدرة مختلفة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة، وتعرف باسم الحرارة النوعية. هي الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام مادة واحدة. شُفت بقى أنا لمّا جبت الزيت أهو، زيت يا عم، والزيت ده درجة حرارته 1، عايز أخلّيها 2، وأنت جبت قد إيه؟ جبت 1 كيلو جرام من الزيت. يبقى بُص، هي الحرارة اللازمة لرفع 1 كيلو جرام من المادة درجة واحدة مئوية. تُقاس الحرارة النوعية بوحدة اسمها الجول، دي وحدة كمية الحرارة، على كيلو جرام في سيليزيوس. ماشي يا ولاد؟ دي الوحدة بتاعتها، احفظها على طول. مش يعني مش هاغتت عليك وأقول لك إن دي جات منين ودي جات منين. خلّيك أنت يعني خلّيك في نعيم الجهل أحسن. دي اسمها الجول، دي وحدة كمية الحرارة، ودي اسمها كيلو جرام، ودي في سيليزيوس اللي هي درجة الحرارة. ماشي كده؟ ما تخلّيش أغتت عليك أكتر من كده. ودي يا ولاد الحرارة النوعية بتاعة المواد. يعني مثلًا لو أنا جبت زئبق وجبت نحاس، بُص الزئبق قد إيه؟ 140، بُص النحاس قد إيه؟ 385. مين يسخن الأول؟ الزئبق. جدع. ليه الزئبق؟ حرارته النوعية أقل. طب بُص المَيّة كام؟ 4180. بُص التلج كام يا ولا؟ 2090. إيه ده يا أحمد؟ هو مش ده مَيّة وده مَيّة؟ بس حالة المادة بتغيّر. شُفت بقى؟ لإن إحنا كده قُلنا من شوية كتلة المادة ونوع المادة وحالة المادة الفيزيائية برضه بتغير في الحرارة النوعية. نلاحظ الكيلو جرام الواحد من الماء يحتاج أكبر كمية حرارة حتى ترتفع بمقدار واحد. يستخدم الزئبق في صناعة الترمومتر. ليه؟ لانخفاض الحرارة النوعية بتاعته مقارنة بباقي السوائل. أنت لما تيجي تحط مثلا الترمومتر جواك هنا كده، هل أنت عايزه يسخن بسرعة ولا يسخن ببطء؟ يسخن بسرعة، فتقلل الحرارة النوعية بتاعته. ماشي يا عم؟ مما يجعله حساسا وسريعا لاستجابة التغيرات في الترمومترات. يفضل النحاس حراريا في صناعة أواني التسخين أكتر من الألمونيوم. مش هو المواد تقول لك إيه يا عم ده الحلة بتاعتنا نحاس بتسخن بسرعة نسوي فيها الأكل بسرعة. ليه؟ عشان النحاس عشان يسخن محتاج 385، الألمونيوم عشان يسخن محتاج 900، فده يسخن أسرع، فالطبخ في النحاس أسرع. قول لماما هتلاقيها عارفة. طيب، يدخل الماء بنسبة كبيرة في تركيب جسم الكائن الحي. ليه؟ لأن يا ولاد المَيّة حرارتها نوعية عالية، فلما يكون عندنا مَيّة في جسمنا ما نسخنش بسرعة. المَيّة بتسخن عند 4180. مين فينا بيقعد قدام حرارة 4180؟ لارتفاع الحرارة النوعية للماء، وبالتالي يحتاج كمية كبيرة من الحرارة لتغيير حرارته من محافظ على درجة حرارة الجسم الثابت. ومثال على كده يا ولاد الرادياتير، أو اللي احنا بنسميه عندنا الريداتير. الرادياتير ده يا ولاد بيتحط في العربية عشان التبريد. ليه؟ بنحط فيه مَيّة عشان العربيه ما تسخنش. ليه؟ درجه الحراره النوعيه للميه 4180، عايز 4180 درجه عشان تسخن، عشان تسخن جامد يعني. فبالتالي مش هيحصل. فالرادياتير بيعمل كده. بص، يعد الماء سائل ممتاز للتبريد لانه يتميز بارتفاع حرارته النوعيه حيث يمتص كميات كبيره من الطاقه دون ارتفاع في درجه حرارته. لذلك يستخدم الماء في نظام التبريد المتصل بمحركات السياره اللي هو الرادياتير لحمايه المحركات من التلف. بعد كده مثال قال لك لديك كميتان من المَيّة والزيت ليهم نفس الكتلة ونفس درجة الحرارة، تم التدخين من تسخن أكتر. اتفقنا بقى إن الزيت هيسخن أسرع عشان حرارته النوعية أقل، والمَيّة الحرارة النوعية بتاعتها أكبر فبالتالي تسخن أبطأ. ماشي. آخر حاجة يا ولاد خلاص حالة المادة. قال لك حالة المادة المَيّة صلب وسائل وغاز. لسه قايل لك من شوية كان عندي تلج وكان عندي مَيّة. بُص الراجل جاب شوية تلج وجاب شوية مَيّة قاس حرارتهم وسخّن، لقى إن اللي سخن أسرع هو التلج لأن الحرارة النوعية بتاعته بتكون أقل، فالراجل ده بيسخن أسرع. بُص، تختلف مقدار التغير في درجة حرارة الكتل المنسجمة من الحالات المختلفة في نفس المادة. عندك ثبات دي ثابتة. ترتفع درجة حرارة كتلة من التلج أكبر من مساوية للمَيّة عشان خاطر الحرارة النوعية. ونفس المتغير المستقل هو الحالة، والتابع هو تغير درجة الحرارة، والضابط هو زمن التسخين. بس يا ولاد ده اللي إحنا قدرنا نوصل له في الدرس الثالث. أقدر أقول لحضرتك كده إن الدرس الثالث في الوحدة الأولى اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد انتهى. يعني إن شاء الله بإذن الله يكون الدنيا كانت بسيطة عليك وما فيهاش حاجة تقيلة. الموضوع درس سهل أوي، وأنا يعني أصريت إن أنا آخده في حصة واحدة عشان خاطر ما أرخّمش عليك وتقول يا عم اتأخّر علينا ده بيعمل إيه؟ لا يا عم في عينيا الاتنين. والله يا ولاد الواحد بيبقى عليه ضغط كبير يعني. فعايزين نشوفك على الpage بتاع الفيسبوك عندنا، شوف في الجروب بتاع الفيسبوك عندنا عشان خاطر نكبّر العيلة بتاعتنا. أنا عايز العيلة بتاعتنا تكبر أكبر من كده بكتير. عايزين كل الناس تعرفنا. كل اللي يعرفك أنت شاطر عشان أنت مع أحمد، أنت شاطر عشان أنت مع أحمد، وعرّفه بأحمد بقى. ماشي يا معلم. بس يا دكاترة ده اللي نقدر نوصل له في الدرس الثالث. شرحنا، حلينا، راجعنا، عملنا كل حاجة. لو أنت محتاج حاجة من العين دي قبل العين دي. نشوفك على خير يا دكتورنا الغالي في الدرس الأخير في الوحدة الأولى، وسلام.